السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم البنات، مرحبا بكم صحباتي الأعزاز من قناة نجوى. نحييكم البنات اللي طلبتوا مني، قالوا لي نجوى بغينا ديري لنا الروتين تاع الجمعة نتاعك كيفاش تقضي فيه. والله واش نقول لكم البنات، قلت لي معلا مادام طلبوا مني صحباتي الروتين تاع نجوى، راك تشوفوا الروتين. الجمعة الصباح هذاكم تشوفوا رانا نستعدوا للاستيقاظ. راهي حوالي قريب السبعة، 6:30 السبعة، هذاك هو البنات باش ابناتي يروحوا يقراو الكور، والزوج نتاعي يقري الكور. لازم لك نوض، انا راح نقعد وحدي، الفو نعتمد على نفسي. لازم نوض البنات. هاكم شفتوا كيف هويت الشامبرا تاعي، مع الغبار اللي كان شدوه فاتوا علينا واحد الريح، واحد الغبار، باش نقول كارثة. البالكون تاعي شوف كيفاش قلبوه. حتى من البنات نوضو نحلو شوية دار الجمعة، ونوضو نهويو شوية باش نبداو لا جورني تاعنا. انا هنا جهدي نضت البنات من النعاس، راح نهوي لا شومبر تاعي باش نهبط لا كويزين، باش نوجد لهم الغداء ونغسل الماعن. بحذايا الساعة الجي باش نديماري نطلع السكريات، باش نديماري الجي تاع السنارية ولا تاع الزرودية. كنت شاركتو معاكم. نبداو نطلعو السكريات باش نهبط لا كويزين تاعي. لقيت الماعن الحليب، المهم البنات واش نقول لكم، الكوزينة هبط قلب. هاني مع نغسل الماعن باش الزوج تاعي يجيب لي القضية تاع السوق. حنا عندنا السوق نتاع بالجمعة، خضرة جديدة ومليحة. راني نستنى ما بين نمسح لا كويزينيير تاعي ونغسل الماعن. هذه تما روتين عادي عند الناس الكل، عند النساء الكل، ربات البيوت الكل. انا هناني وحدي، يعني نغسل في الماعن تاعي باش نوجدو الغداء. نستنى في الخضره جديده باش نعدلها ونبدا الغداء تاعي. اكو على بالكم الجمعه لا بليبار نتاع الجزائريين، لا بليبار تاع العرب الكل واش يديروا بربوشه. انا القضيه تاعي الزوج تاعي يحطها فم الباب ويروح. المهم لازم نفرزوها، لازم نرتبوها، نجبدو الحوايج اللي كانوا قدام من جدد. راكم تعرفوا البنات لازم نغسلوها وننظفوها باش نديروا الغداء تاعنا. كما كنت نقول لكم راح نديروا بربوشه مادام اليوم الجمعه، بغيتو الجمعه ندير بربوشه البنات. المهم هاني نصبت البربوشه تاعي. راكم تعرفوا قدام خطره درت لكم البربوشه عندي شويه كركاس برك البنات، بقى لي من لا سيمان. ما حتى الزوج تاعي تاني يقعد باش يجيب لي دجاجه تكون مليحه، هو يشتي يجيبها بالسبت. البرنامج تاعكم نجوى الدجاج يجيني بالسبت جديد ونظيف. المهم عندي بقى لي شويه كركاس درت به البربوشه بالخضره بالجريوات بالكابويه بالحماص كنتو تشوفوا واش يقولوا له هذاك، ديما ننساه. جريوات قلنا البطاطا والحمص والخردل، هاي تفكرتوا البنات يقولوا له الخردل. المهم راكم تشوفوا كيفاه البربوشه تاعي، كيفاه لاصوص تاعها بدات تتخثر، الفلفل حاره، البربوشة كانت تتفور. المهم بدات تطيب، قريب 12 البنات. المهم هذا وين كملت الغدا تاعي، قريب نكمل كيما باش نروحو نصليو الظهر نتاعنا. ثاني البنات، واش راح نقول لكم، راح نفقد معاكم بوفجوخ. كنت درتو معاكم من قبل، وكان عندي شويه فلفل درتو اليوم راح نحلو معاكم. كما راكم تشوفوا راح نحلو معاكم ونفيريفيه. كي يكون عندي فلفل هكا زايد نشتي نديرو بوفجوخ نخبيه. هاكا تحبي حاجة حارة كيما دركا كي درت البربوشة، بغيت معاها البوفجوغ راح نفقدو. نزيدلو شوية زيت زيتون من الفوق، أنا نشتيه بزيت زيتون، نديرلو شوية زيت زيتون ونسرق منو شوية بنديروه في الصحنة باش ناكلو بيه البربوشة، لأنو شميتو سخفت عليه، نحب الحاجة حارة. المهم البنات هاو البوفجوغ تاعي كيفاش حليتو، مازال ما طابش شوية، مازالو شوية باش يطيب. المهم قلت نحي منه شوية ونتغداو به. المهم البنات الجمعة راهي نهار عادي، وشوية نهار شوية راكم تعرفوا فيه صلاة الجمعة، الوقت ضيق، لازم الغدا يوجد قبل 12 باش اللي راح يصلي الجمعة يصلي. ونقرا شوية المصحف، كما تعرفوا سورة الكهف لازم البنات سورة الكهف، سواء تقرايها على الفجر سواء تقرايها المهم في يوم الجمعة. البربوشة نتاعي هاي البنات وجدت مع الطرش مع بوفجوخ نتاعي. شوفوا كيفاش ما نعرف راكم تشموا في الريحة ولا لا. المهم نتمسخر معكم البنات. المهم على بالكم البربوشة خشتوها ما تجوع.
لازم نديرو فيها تحلية العشية. وليداتي وبناتي قالوا لي: ماما لازم ديري لنا عاودي لنا هذه، عاودي لنا المسكوت هذه تاع الطبقات اللي كنت شاركتها معاكم في القناة، وعجبت للبنات الكل وقالوا لك هايلة. والله بزاف اللي بعثوا لي قالوا لي نجوى هايلة جربناها هايلة. أنا بعد وليداتي يحبوني ديما نعاودها لهم، عاودتها لهم باش البنات الماشينة راهي تمشي باش نغسل القش البنات. اليوم الجمعة بخاسك السبت عندي رونديفو عند الطبيب تاع الغدة، راكم شتو دي فوا يروح لي الصوت. وصل الرونديفو تاعي لازم نروح نشوف طراش، نروح نشوف طراش الغدة تاعي. لازم كل 2 موا لازم نفيريفيها. أنا البنات راني بعد ما كملت المسكوتة اللي درناها كيما شتوها من قبل، هاي نغسل في القش نتاعي البنات. راكم تشوفوا لي طابي هذو تاع الكوزينة لازم نشللوهم هكا. المهم الغسيل حاني نغسل وحدي البنات. ما نعول حتى على واحد، لازم نعتمد على نفسي. براسك بناتي كان يتعقب عندي الباك ما خليهمش يديروا الشغل تاع الدار. رحت درت العشاء البنات. والله طلعت لي على ملوخية وكسرة خميرة. راكم على بالكم تجوع البربوشة، لازم يروحوا البنات من الكور يلقاو الكسرة ويلقاو الآخر. المهم هاي الملوخية نتاعي وين تكتك والطيب والكسرة راني نطيب فيها. المهم وراني يد في القش ويد منا. تقريبا هذا هو الروتين تاع اختكم نجوى في الدار، الجمعة في الدار. سيرتو كي ميكونش عندي هكذا طريق ولا مناسبة. والله هذا هو الروتين تاعي، بين الدار وبين الغسيل تاع القش وبين الماعن. راكم شفتوا الروتين تاع الجمعة نتاعي. هنا كنت عند الطبيب البنات. والله ما طول الرونديفو باش نفوت. والله جعت، وصلت ل12 رحت درت فيها الساعة، هزيت كيما نقولوا قلبي. تغديت ورجعت للطبيب. تفكرت البنات بلي عندي الرمان نسيت ما حليتوش، جبتو للفراش وراني نحل فيه. وهذا هو الروتين تاع اختكم نجوى، ونتلاقاو ان شاء الله في مرة أخرى.